عيالي كبروا وبقوا طولي وانا ما عندتش في حمل ان انا احمل للمره السادسه. البلوجر وفاء بتنهار قدام حمدي لانها عرفت انها حامل في الطفل السادس. تعالوا بينا نعرف القصه كامله. في الساعات الاخيره ظهر على السوشيال ميديا فيديو لوفاء مرات حمدي صاحبه بيج يوميات حمدي وفاء، وهي منهاره قدام الجمهور. شاركت الجمهور كل تفاصيلها وقالت للجمهور انا شاكه بقالي كام يوم اني حامل، وده لان عندي حبوب في وشي ومش بسمع بودني كويس ومصدعه طول الوقت ومش قادره اقوم من مكاني، وده اللي خلاني شاكه ان دي اعراض حمل. فكل مره كان بيحصل لي تقريبا نفس الاعراض. قعدت ادعي طول الليل واقول يا رب لا اكيد ان شاء الله مفيش حمل، انا مش في حمل ان اخلف للمره السادسه. وقررت تاني يوم الصبح انها تصحى بدري جدا وتاخد العربيه من ورا حمدي وتروح الصيدليه وتجيب لنا تيست حمل عشان تفاجئ جمهورها اللي شاركته في كل اللحظات ان هي فعلا حامل. وابتدت وفاء في الحمام تنهار جدا من البكاء ومش عارفه تقول ايه ولا تعمل ايه، ولا حتى فكرت ان هي تصحي حمدي. وكانت قايله للمتابعين قبل ما تصور الفيديو ده لو تست الحمل طلع ما فيش فيه اي حمل خلاص مش هجيب سيره لحمدي، لكن لو في حمل طبعا هصحيه واقول له. لكنها اتفاجئت ان هي فعلا حامل. الفيديو اللي لخبط كل كيانها تقريبا، لكنها اتبسطت جدا برد فعل ولادها وجوزها. فبدأت بأول طفل ليها وهو الطفل يونس، وهو اصغر حد واخر العنقود. وفاجئها يونس ان هو مبسوط جدا وان هو عايز بنت، ودخلت تصحى حمدي وفاجئته على الصبح. لكن حمدي كان رد فعله مختلف وغريب، فقال انت اكيد عامله بقلم فلوماستر احمر على تيست الحمل، وابتدى ان هو يكذب وفاء ويمسح التيست، لكنه اتاكد ان وفاء فعلا مش بتهزر. اما بقى عن ولادها فولادها قالوا ازاي يا ماما ده يحصل، انت كنت مرتبه له. فردت وفاء وقالت ما كانش فيه اي ترتيب مسبق للحمل ده، بس الحمد لله كل عطايا ربنا خير. والحقيقه ان رد فعل حمدي فاجئ الجمهور لانه كان مبسوط جدا وقال لها ده نعمه ورزق كبير من ربنا، محدش ينكر يا بنتي خير ربنا عليه. وطلب من ولاده ووقفهم صف كامل وقال لهم طلبات ماما كلها يتقال لها نعم وحاضر لحد ان شاء الله ما تقوم بالسلامه، وانا علي هجيب لك 6 غوايش دهب بعدد العيال ال6. اطمني خالص يا حبيبتي. وكالعاده اتقلبت السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض لفريق شايف ان وفاء كان لازم تاخد احتياطها اكتر من كده لان الحمل في السن الكبير ده غلط، وفريق تاني شايف ان ايه المشكله انها تخلف، هم ما شاء الله مرتاحين جدا ماديا ووفاء ما شاء الله صحتها كويسه فمفيش مشكله انها ممكن تجيب اولاد تاني. لكن الحقيقه ان وفاء اعترضت على التعليقات وقالت انا كنت بدات اهتم بنفسي واعمل رجيم واعمل لاسناني تقويم لاني كنت اهملت في نفسي جدا بعد ما يونس اتولد. تفتكروا حمل وفاء هيكمل على خير وتجيب لنا ولد ولا بنت؟ اكتبوا لي في التعليقات.